بتعملي ايه يا هنا؟ بعمل قلقاس. بتاكلي ايه يا هنا؟ باكل قلقاس. بتعملي ايه في الشتاء هنا عشان تتدفي؟ بعمل قلقاس. بصوا بصولي 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 على الجمال، بصولي على الخضار واللون والطعم والريحه. طبعا كل واحد منكم عايز طبق زي. لا انت هتستنوني. تحفه. يا سيدي عن اذنكم بقى انا ماشيه بقى خلاص. يا مساء الهنا والسرور عليكم يا حبيبات القلب. النهارده احنا هنعمل قلقاس جبناه وقشرناه وقطعناه مكعبات زي البطاطس. يعني هو القلقاس يعمل نفسه بطاطس او البطاطس عامله نفسها قلقاس. فهنبدا دلوقتي وهنقول هنعمل خطوه خطوه انا بعمل ايه في القلقاس. عشان نعمل شويه قلقاس حلوين احنا محتاجين شويه سلق. لكل كيلو قلقاس حزمتين سلق وحزمه كزبره. تمام. لكل كيلو قلقاس لو جبت واحده 2 كيلو هتاخد 4 حزم سلق، اللي هي من السلق القصير مش الطويل لان ده شيخ بيبقى مسك جدا بيبقى وحش جدا. احنا عايزين اللي هو الصغير اللي لسه طالع جديد ده. تمام. جبناهم وقرطفناهم شلنا منهم الحته الناشفه اللي من فوق. بنحاول نشيل نصها خالص او نشيلها كلها لو هي ناشفه قوي. تمام زي كده. ونغسله غسل كويس جدا. ده اول حاجه. والكزبره بنقطفها زي الملوخيه زي ما انتم شايفين، ما بنشيلش فيها عناقيد خالص. بنغسلها غسله كويسه وبنسيبها تنشف. وده الكميه بتاعتنا النهارده. انا بغسله بايه؟ اهم حاجه عندي مكون ده. اهم حاجه ليمونه كامله هعصرها عشان الماده اللزجه اللي في القلقاس تخرج، وده بيساعدها على الخروج وبيخليها تعمل صوت كده كأن انا خلاص كده نضفت يا جماعه. كده ليمونه كامله. وهنزل عليها بميه سخنه من الكتل وهنقعها لمده 10 دقايق. 10 دقايق ربع ساعه لغايه ما تنزل كل الماده اللزجه. وهبتدي اغسلها بايدي، افركها بايدي مره واتنين لحد ما ايدي تستحمل الميه السخنه كده. هفركها مره واتنين وبعد كده هشطفها مرتين بالميه ساقعه هلاقي القلقاس معايا مخرفش. بصوا بقى هنا بعد ما خليناه يتنقع شويه حوالي 10 دقايق او ربع ساعه. انا عايزه اوريكم المنظر. بصوا لو انتوا واخدين بالكم ان الميه اللي نازله كلها لزجه. بصوا اهي الماده كلها هي بيضه اهي خالص، اللي هي البيضه ده النشا وده الماده اللزجه عماله تنزل. تمام كده. دي بتبقى في الشوربه بقى لما تيجي تاكليه بتبقى في الشوربه. فانت اكنك بتاكلي كده زي الماده اللزجه اللي في الملوخيه. بس في الملوخيه انت بتستطعمي بيها لان دي اكله، لكن دي بتبقى شكلها مقزز جدا. ده الفرق بين ان انت تغسلي قلقاس وما تغسليش القلقاس. مفيش قلقاس فايدته بتخلص، لا طبعا مفيش الكلام ده. بصوا بقى هنا عندنا الشوربه غليت زي ما انتم شايفين. القلقاس بتاعنا بصوا بقى فله شمعه منوره. ننزل بقى كده واحده واحده اغطي عليه واسيبه يستوي. اول حاجه ننزل بشويه كزبره. اول ما الكزبره تحمص كده معايا انزل بتومه، شويه سكر كده صغيرين، هفتت مرقه واحده. ما اجي اقلب التومه اقلبها بالمنظر ده واحطش المعلقه فيها في اللحظه دي. ليه؟ عشان هتمسك كلها ببعض. التومه تصفر معانا كده وهنزل بالسلق بتاعي بعد ايه؟ بعد ما خلطته بالمخرطه. ما تسيبوش لغايه ما الميه بتاعته تشرب كلها. في ناس كلها تقول لك لا سيبوها لغايه ما الميه تشرب. طيب ما تشرب كلها ان شاء الله كده هتسود. ده اخضر، ده حاجات خضراء النار عليها بيخليها تسود، وانت كده بتضيعي الفيتامينات كلها في الميه اللي بتشربها. لا انا عايزه اقلبها 4 5 تقليبات كده. تمام. يا دوبك تشرب من التومه والتومه تشرب منها وابتدي ايه احط القلقاس بتاعي. بصوا بقى وهي لسه كده في الطاسه هاخد من القلقاس بتاعي واحط هنا واخليها تاخد غلوتين مع الطاسه. يا سلام على الطعم بقى والريحه. جربوا الطريقه دي ومش هتندموا. بصوا لي بقى